ازيكم حبايبي؟ هنعمل دورة تدريبية لتعليم التريكو ومبادئ الأساسية للتريكو. هناخد فيها ازاي بنعمل غرزة الأساس والغرزة العدلة والغرزة المقلوبة والبليسيه وحاجات كتيرة هبقى أعلمها لكم. يلا نبتدي مع بعض. بس قبل ما نبتدي، لو أول مرة تشوفوني، أنا هايدي مكرم من قناة دودو فور تريكو. اتمنى ان انتوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير وكومنت. هنبتدي. اول حاجة لازم نعرفها عن التريكو. اولا لما انا استخدم خيط لازم اشوف هستخدم ايه من الابر، مقاسات الابر. يعني مثلا انا عندي هنا خيط متوسط، لازم برضو يكون الابرة مناسبة ليه. خيط مثلا سميك، ابرة برضو مناسبة ليه. كل خيط وليه استخداماته في مقاسات الابر عشان الشغل بتاعنا يطلع مظبوط. يعني مثلا هنا عندي إليز كلاسيك، ممكن يتشغل من اول 3.5 لغاية 5 أو 4.5، يبقى معقول جدا. لو احنا اشتغلنا مثلا خيط سميك بإبر رفيعة، هتلاقي الشغل بتاعنا ناشف كده مش حلو. ولو اشتغلنا برضو خيط رفيع وإبر واسعة قوي او إبر سميكة، هتلاقي الشغل بتاعنا واسع ومش حلو. فكل إبرة وليها الخيط بتاعها. هنبتدي اول حاجة ازاي نمسك الإبرة بتاعتنا. اول حاجة بثبت الإبرة في ايدي الشمال بالطريقة دي، واجيب الخيط طرف الخيط كده. طبعا باخد الطرف الخيط، بزود المقاسات الخيط حسب عدد الغرز. يعني مثلا لو انا هعمل غرز كتيرة، بشد مثلا من الشلة مقاس مثلا 2 متر او 3 متر بزيادة، مش مشكلة عشان ما يطلعش معايا ناقص. اول حاجة هثبت الابرة تحت دراعي الشمال، وبعدين هروح عاملة واخدة الفتلة على الصباعي في ايدي اليمين كده، وبعدين هلف الفتلة اللي هنا دي كده، بعدين هقفل كده كده. لسه هي سايبة، لما اجي ابص الاقيها لسه سايبة. في الغرزة اللي بعدها التانية هتلاقيها بقت متماسكة. ادي اهي، خلاص هي كده مسكت، ما عادتش سايبة في الابرة. اعمل بقى العدد اللي انا عايزاه. ادي 1، دول كده 3، 4، 5، 6. لو لاحظتوا حاجة ان بتبقى في 3 خطوات، يعني الغرزة دي بتتعمل على 3 خطوات. اول حاجة ادي 1، دي خطوة 2، بعدين 3، 1، بعدين الف الفتلة كده، وبعدين اقفل عليها كده. 3 خطوات تاني كده. 1، 2، 3. واحد، 2، 3. ده الاساس بتاع التريكو اللي بنبني عليه بقية الغرز، سواء عدلة او مقلوبة او 2 عدل او 2 مقلوب، او بداية اي بلوفر لازم، او كوفية او لكلوك او اي حاجة انا بعملها بالتريكو. ده الاساس بتاعها. هعمل تاني كده عشان نحفظها مع بعض. ادي 1، 2، 3، 1،
2 3. الغرزة دي سهلة وبسيطة، عشان كده احنا النهاردة هناخد كمان في الدرس ده الغرزة العدلة، واللي هي بتبقى بالشكل ده كده. يعني العدلة لما بنعملها كذا سطر تلاقيها واخدة الشكل ده، لكن لو انا بعملها سطر وسطر هتلاقيها بالشكل ده. احنا اللكلوك ده ان شاء الله هننفذه قريب، ده اللكلوك اطفال، بس انا حبيت بس اوريكم شكل الغرزة العدلة والمقلوبة. انا عندي هنا ده عدل واللي هنا ده مقلوب، بس انا عشان اخد الشكل ده يعني يطلع معايا بالشكل ده، شكل السنابل الصغيرة كده شبه السنبلة الصغيرة، بعمل سطر عدل وسطر مقلوب. يعني من هنا عدل وبعدين لما اجي اقلب تاني تبقى مقلوب. هنشوف كده الكلام ده عملي مع بعض. هنبتدي يبقى كده دي غرزة البداية. هبتدي امسك الابرة التانية ونركز مع بعض، اشوف بدخل الابرة فين. هاجي من تحت، ما هدخل الابرة كده من تحت الغرزة كده واشتغل واجيب الخيط كده واطلعه من هنا، وبعدين هسبلت الفتلة دي اللي كانت على الابرة. ادي اول واحدة، واعمل واحدة كمان. ادي خطوة واحد، خطوة التانية هلف الفتلة عليها واسلت بقية الغرزة. ادي اول خطوة. تاني خطوة الف لفة وبعدين اطلعها منها كده بالشكل ده، وبعدين هسلت الجزء ده هطلعه كده. ادي اول خطوة، ادي واحد. الف لفة كده، بلف كده مش كده كده، ممكن بتطلع غرزة تاني. الف كده وبعدين هطلعها من هنا هعمل كمان. ادي خطوة اتنين، التالتة بسلت الفتلة بتاعتها تاني كمان. ادي خطوة اتنين تلاتة بسلت الفتلة واحط منين اهو. خلي بالكم في الغرزة ليها 2 لوب، اللوب ده الامامي واللوب الخلفي. انا بحط فيه اللوب الامامي اللي هو ده كده اللي قدامي ده، وبعدين بلف الفتلة كده وبعدين هطلعها كده وبعدين اسلتها. دي بقى دي الغرزة العدلة. هي مش هتبان الا من السطر التاني او التالت، هتبان بالشكل ده. لما بعملهم كلهم غرز عدل ورا بعض بتبان كده بالشكل ده. اوريها لكم تاني. واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، 3 خطوات نحفظها. ادخل الابرة من في اللوب الامامي وبعدين هلف لفة كده وبعدين اطلع الغرزة دي واسلت الفتلة بتاعتها. لو ما سلتش الفتلة هتزيد عندي الغرز. يعني انا مثلا هنفرض عملتها كده اهو وما سلتش، هاجي اشتغل هتلاقي عندي غرز زيادة.
يبقى ايه قسلت يعني نعتبرها انها ايه الجزء ده تبع الغرزة. ادي 1 2 3 1 2 3. هشتغل بقى كده واوريكم بنشتغل برضو الجزء التاني ازاي. لو انا هعمل بقى ايه كله عدل، هسحب اول واحدة برضو وبعدين هشتغل برضو زي ما اشتغلت قبل كده. نتعود بقى ايه نعملها كده ونتدرب عليها. وعايزة بقى اشوف على الجروب الناس اللي اتعلمت، ياريت اشوف كده اتعلمتوا الغرزة الجديدة دي ولا لأ، ولو في مشكلة فيها او انتوا مش عارفين مثلا حاجة وقفت معاكوا اكتبولي في الكومنتات وانا ارد عليكم. ادي الغرزة تاني هعيدها تاني اهو، بحط في الابرة من تحت كده اهو والف لفة، واخلي بالي من اتجاه اللفة. بجيب اللفة كده اهو وبعدين هسحب 1 2 3 1 2 3 بسحبها 1 2 3. اخر واحدة برضو 1 2 3. لما اجي اشتغل بقلب الابرة تاني، بجيبها ناحية ايدي الشمال واشتغل باليمين. هسحب اول واحدة برضو من غير شغل، اسحبها كده من غير شغل كده ما اشتغلتهاش، وبعدين اشتغل تاني 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3. بدت تظهر شوية شكلها، هتبقى زي دي كده، بس طبعا دي انا عاملاها بخيط سميك، يعني سمك الخيط سميك غير الخيط ده شوية رفيع. ياريت تتشجعوا وتتعلموا التريكو. التريكو من الحاجات الجميلة جدا، ممكن نعمل بيه حاجات لنفسنا، نعمل حاجات للأطفالنا. برضو الواحد لما بيعمل حاجة بإيده بيبقى فرحان بيها، وكمان خصوصا مع غلو الحاجات اللي برا دلوقتي كل حاجة بقت غالية. لما أعمل حاجة أنا بإيدي ببقى فرحانة بيها وتنفعني وتدفع أولادي. خدتوا بالكم شكلها بدأ يظهر زي ده كده، بس هي لما انا بشتغلها سطر عدل والسطر مقلوب، طبعا لسه ما خدناش المقلوب، بيبقى ليها منظر تاني. هشتغل تاني، ادي بسحب اول واحدة، بعدين اشتغل بقى عادي زي ما انا علمتكم 1 2 3 3 خطوات. ومنساش برضو غرز البداية 3 خطوات. لو مشينا على الفيديو هنلاقي نفسنا بنعملها بكل سهولة. وكمان ان شاء الله هنعمل عليها كوفية وايس كاب بطريقة سهلة خالص. يعني ممكن احنا من اول فيديو نعمل حاجات حلوة، سواء ايس كاب، هعمل لكم ايس كاب برضو متكون من الغرزة دي.
1 2 3 كده. انا هكمل بقى شوية كده واوريكم شكلها في الاخر. كده انا اشتغلت شوية وكان ده شكل الغرزة العدلة او الغرزة العدلة كلها، يعني كل سطور عدل بتبقى بالشكل ده كده، وبيسموها الغرزة المرنة. طبعا لما نتعلم الغرزة المقلوبة هيبان الاختلاف ما بين الاتنين، ودي بتبقى ليها شكل ودي بتبقى ليها شكل. يعني هنا قلنا ده شكلها لما بنعمل سطر عدل او سطر عدل وسطر مقلوب، يبقى العدل ده شكل العدل، المقلوب بيبقى الشكل ده كده. ولما بنيجي على الظهر هتلاقي المقلوب بقى عدل والعدل مقلوب. طبعا كل الحاجات دي هنفهمها لما نشتغل وايدينا تمشي في الشغل ان شاء الله. هنعمل مشروع ايس كاب وكوفية بالغرزتين الاساسيين اللي هما العدلة والمقلوب. فانتظروني بقى ان شاء الله في الفيديو القادم، هيبقى الغرزة المقلوبة. طبعا دي برضو من الاساسيات، يعني لازم عشان نعمل اي تريكو لازم نتعلم الغرزة العدلة والمقلوبة، وطبعا الغرزة الاساس. لو عجبكم فيديو النهاردة بقى متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.